كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية هذه الحلقة نترحم على أخينا وحبيبنا الشيخ سراج أيفرح الذي وافته المنية هذا الصباح يوم الجمعة، رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته بعد أن أصابه مرض السكري لسنوات طويلة، وكان نحسبه صابرا محتسبا، ثم وافاه الأجل اليوم هذا الصباح. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مأواه الفردوس الأعلى من الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. سنفرد حلقة خاصة إن شاء الله بالشيخ سراج أيفرح، وهو من طلاب العلم ومن حفظة كتاب الله وممن درس أجيالا كثيرة لسنوات طويلة، رحمه الله رحمة واسعة، من ضمن حلقات تحفيظ وتسمى حلقات أبا الخيل. وحقيقة نفخر بمثل هؤلاء العلماء وطلبة العلم والحفظة والشيوخ، وكذلك كان من المحافظين جدا على الصلوات الخمس، ومن المؤذنين النادر ما يغيب عن الصلاة، كما أخبرني صديقه الشيخ محمد عبد الله. وكان يعني الشيخ محمد إماما والشيخ سراج أيفرح مؤذنا لسنوات طويلة. ألا رحمة الله على هذه الوجوه، ألا رحمة الله عليها، ونسأل الله تعالى لنا ولكم حسن الختام. سنفرد حلقة عن الشيخ سراج، ترقبونا إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. حلقتنا اليوم تتحدث عن المشاكل الأسرية. المشاكل الأسرية حينما تكون بين فترات طويلة تكون طبيعية جدا، وتحصل كما حصلت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما تكون هذه المشاكل أو الاختلافات الأسرية ما بين فترة طويلة وأخرى ولا تؤدي إلى الشقاق والفراق ولا تؤدي إلى البغضاء والشحناء، فهذه من الحياة الطبيعية. ليس هذا هو حديثنا. نحن نتحدث عن المشاكل الأسرية التي أدت إلى القطيعة، قطيعة الرحم. المشاكل الأسرية والاختلافات الأسرية التي تؤدي إلى هدم البيوت وفراق الزوجين أو طرد الأبناء أو طرد البنات أو الانحراف الذي يحصل للأبناء بسبب الاختلافات الأسرية. هذا هو حديثنا. نريد أن نتحدث عن قضايانا الإريترية، وخصوصا فيما يتعلق بهذه المشاكل. باسمكم جميعا أرحب بالشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف، شيخنا المفضل بارك الله فيه. وسنناقش هذه القضايا من عدة زوايا، أو هذه القضية من عدة زوايا. الزاوية الأولى، ما المقصود بالمشاكل الأسرية؟ الثانية، ما أسباب هذه المشاكل؟ الثالثة، لماذا هي تتفاقم ولا نجد لها حلولا؟ الرابعة، كيف ممكن أن نسيس هذه المشاكل بحيث
نقلل منها قدر المستطاع. الخامسة علاج هذه المشاكل، وعلى بركة الله ندخل. طبعا مشاهدينا الأكارم، هذا موضوع كبير كبير جدا، والله لا تكفي حلقة واحدة. لا نضحك علينا ولا عليكم أن حلقة واحدة ستنهي الموضوع، لا، هذا الموضوع مرتبط بقضايا كبيرة قائمة على حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء وحقوق الجيران وحقوق الأقارب وصلة الرحم. لذلك مسألة الأسرة وقيامها مسألة عظيمة جدا. حرص الشيطان على هدم الأسرة، لأن بهدم الأسرة تهدم المجتمعات. وأنتم انظروا إلى الغرب كيف هو حاصل. أنا لا أريد أن أستطرد بالكلام عن نفسي، جبنا الشيخ حسن حتى نستفيد منه. جزاكم الله خير. الشيخ حسن، أهلا وسهلا بكم. مرحبا، أهلا بك. طولنا في المقدمة ونترحم على شيخنا الشيخ سراج. نسأل الله يغفر له ويرحمه ويحسن إليه، وأحسن الله عزاء أسرته وعزاء شعبه وأمته. نسأل الله يغفر له ويرحمه. أي والله خسارة كبيرة. نعم. خسارة كبيرة مثل الشيخ سراج أي فرح، نسأل الله أن يعفو عنه. الشيخ حسن، حدثنا عن الأسرة الإسلامية باختصار، ثم عن المشاكل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مفهوم الأسرة يعتبر في التصور الإسلامي وفي الأحكام الشرعية في دين الله سبحانه وتعالى من المفاهيم المركزية الأساسية، يعني ليس هو مفهوما هامشيا، لأنه يعتبر النواة الأولى في المجتمع المسلم. إذا اعتبرنا بأن المجتمع المسلم ولايته عموما تبدأ من الفرد والأسرة، ثم الولاية العامة وهي ولاية الإمام العام على أمة الإسلام، فإن موضوع الأسرة هو النواة الأولى التي ينتظم بها بقية البنيان. فإذا كان والله هذه الأسرة بنيت بشكل صحيح وعلى أسس سليمة على أسس صحيحة، فإن بقية البنيان كله بإذن الله سيتأسس. وبالتالي سبحان الله تجد أن الصراع الآن الدائر ما بين المنظومة الغربية وما بين الإسلام في قيمه وتصوراته موضوع الأسرة. يعني هم يسعون إلى تفكيك الأسرة، والإسلام يسعى إلى تأسيس الأسرة. يا سلام. هذه مسألة مركزية ومسألة أساسية. سبحان الله، لو نظرنا في الكليات، لا أريد الآن أن أدخل في التفاصيل، لو نظرنا في الكليات انظر إلى أن الإسلام منذ الوهلة الأولى تكلم عن الزوجين. خلقنا من نفس واحدة، ذكر وأنثى. يا سلام. وبالتالي العلاقة تقوم بين هذين الزوجين، لا يصح أي شكل من أشكال العلاقات غير هذه. علاقات الرجل بالرجل لا تنفع، علاقات المرأة بالمرأة لا تنفع في هذا المفهوم. يعني الأسرة عندنا في الإسلام تتكون من زوجين، جعل الله بينهما مودة ورحمة. جميل. إذن هذه واحدة. النقطة الثانية أن هذه العلاقة لكي تسمى علاقة شرعية وتنشأ عنها أسرة شرعية لا بد من عقد صحيح. يا سلام. فلا يصح إقامة علاقات غير شرعية ثم يقال عنها بأن هذه أسرة إيه؟ أسرة شرعية. نعم. وبالتالي أنت تؤسس الأسرة الشرعية من خلال العقد الصحيح. شروط العقد الصحيح هذه معروفة، الشروط والضوابط تكلمنا عنها يمكن في مواضيع الزواج. ثم أيضا سبحان الله تلاحظ بأن الإسلام نظم هذه المسألة من خلال علاقات الرحمية اللي منهم الأرحام، فجعل مثلا بعض ذوي الأرحام أو العلاقات الرحمية لا يجوز بينها التزاوج، مثلا علاقات الأمهات، علاقات البنات، علاقات الخالات، العمات، هنالك مساحة حتى الأخوات، حتى الأخوات جمع بين الأختين. مثلا جعل الله سبحانه وتعالى هنالك في قضية المصاهرة حدد لك مساحة سماها المحرمات. يا سلام. هذه حرمت عليكم في آية النساء. إذن هذه المجموعة قال لك والله ما تؤسس من خلالها أسرة. يا سلام. ثم رتب بعد ذلك علاقات في هذه المنظومة نفسها، رتب علاقات الرحمية وعلاقات المصاهرة. هؤلاء الذين أخرجهم من دائرة المصاهرة لهم حقوق وواجبات، هؤلاء الذين أدخلهم في دائرة المصاهرة لهم علاقات ولهم إيه؟ لهم حقوق. ثم سبحان الله أخيرا رتب بعض الجوانب المالية. لاحظوا ندخل في بوابة الاقتصاد الآن. رتب جوانب مالية على هذين المنظومتين في قضايا الميراث، فقال لك والله في منظومة المواريث المسألة لها علاقة بإيه؟ بهذه المنظومة الأولى، منظومة الأسرة، في علاقات مصاهرة في ميراث، في علاقات رحمية في ميراث، البنوة فيها ميراث، الأبوة فيها ميراث. إذا ترتبت لو تلاحظ الآن بنية اجتماعية وبنية اقتصادية وعلاقات أخلاقية تحكم بين هذه المجموعات. وبالتالي لو جينا نقول ما هي الأسرة،
في التصور الإسلامي نقول هي عبارة عن العلاقة التي تنشأ بين رجل وامرأة وما يترتب عليهما من أبناء وعلاقات المصاهرة والعلاقات الرحمية. هذا المفهوم الأسرة الممتد عندنا. جميل. هذا المفهوم الأسرة الممتد عندنا. جميل. طيب مفهوم المشاكل. مفهوم المشكلة أو مفهوم المشكلات هو كل ما يؤدي إلى اختلال هذه المنظومة في علاقاتها في إطار الواجبات أو في منظومة الحقوق، سواء كانت بين رجل وامرأة أو بين الزوجين وأبنائهم أو بين واحد من أفراد هذه الأسرة ولكنه يؤثر على الأسرة، يعني مشكلات ليست قاصرة عليه إنما هي متعدية للأسرة، سواء كانت هذا التأثير داخل الأسرة الصغيرة بين الزوجين وأبنائهم أو بين الأسرة الممتدة فيما يتعلق بالعلاقات الرحمية. كل هذه يمكن أن نسميها مشكلات لأنها تؤثر في البنية الأساسية التي نريدها في قضية ما يؤدي إلى المودة والرحمة والاستقرار والأمن والسلامة وبناء المجتمع الآمن والمجتمع الراشد. فما يؤدي إلى اختلال في هذه المنظومة هذا نسميه مشكلة. يبقى بعد كده المشكلات ستتفاوت ما بين مشكلات أبناء، ما بين مشكلات زوجين، ما بين مشكلات أقارب، ستجد هنالك نوع من التفاوت في المشكلات، ولكن كل ما يؤدي إلى الاختلال بحيث والله تفتقد هذه المنظومة إلى الصلة بينها، إلى التعاون بينها، إلى التناصح بينها، إلى العلاقات الحميمية بينها، كل ما يؤثر في ذلك فإننا نسميه مشكلة. جميل. أي نعم. طيب شيخ حسن، نحن كشعب إريتري الحقيقة نعاني من وجود الخلافات الأسرية، نعاني من كثرة نسبة الطلاق، نعاني من حقوق الأبناء للآباء، ونعاني أيضا من نشوز الزوجات، ونعاني أيضا من قلة تحمل مسؤولية الأب. هذه برأيك ما هي أسباب هذه المشاكل؟ يعني القضايا الزوجية ومشاكلها واضحة جدا، لا أحد يخفيها، لا في داخل إريتريا ولا في خارجها، وخصوصا في الخارج أكثر وأشد، خصوصا في أوروبا بشكل أكبر، في دول الخليج. يعني هذه قضايا حقيقة يعني من القضايا التي تؤلمنا جميعا. نجد أن الأسرة مثلا بعد أن تتكون ويحصل العقد الشرعي سرعان ما يحصل خلاف وسرعان ما يحصل فراق فعلا لأسباب كثيرة. نريد أن نتحدث عن هذه الأسباب ثم نحاول كيف ممكن أننا نسيس هذه المشاكل ونبسطها بحيث أننا نوجد ما هي أسباب المشاكل ولماذا تحصل؟ هو يعني لو أردنا أن نقول الإجابة الإجمالية التي يدخل فيها كثير من التفاصيل اللي ممكن نتكلم عنها، ستلاحظ بأن سبحان الله التزام كل طرف بالأحكام الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل طرف. يعني لو لزم كل طرف من الأطراف حكم الله سبحانه وتعالى إيجابا وحقوقا، ستلاحظ بأن الأمور سيكون فيها نوع من التوازن ونوع من الضبط. لكن عندما يخرج الطرفان أو يخرج أحد الأطراف عن أحكام الله سبحانه وتعالى، هنالك أحكام شرعية متعلقة بالبيت، طبيعة البيت، ولاية البيت، قوامة الرجل، الحقوق المالية للرجل، سلطان الأب على أبنائه، يعني في مجموعة حقوق مترتبة. فإذا خرج أحد الطرفين على هذه الأحكام ستلاحظ بأن تحصل بطبيعة الحال الإشكالات ويحصل التفاوت. لكن لو جينا نشرح، يعني ما من أسرة حصل فيها فراق إلا ويوجد هناك إشكال ديني. بمعنى إما يعني سبحان الله الإشكال الديني عند السلف كان حساس جدا، يعني الترمومتر الذي كان يحسب به السلف. يعني بعض السلف كان يقولون إذا رأيت إشكال، إذا عصيت ربي وجدت أثر ذلك على زوجتي ودابتي. يعني يؤثر هذا الأمر الخفي على حياة الإنسان. فلو صدق الناس عموما مع أنفسهم ستلاحظ بأنه ما يقع من إشكال إلا وهنالك جانب على كل خفي نعلمه أو لا، لكن يعلمه أصحابه. إذن نقول أول سبب من أسباب المشاكل الزوجية المعاصي والذنوب. نعم، هذا أول سبب. المعاصي والذنوب تؤثر سبحان الله في النفرة. دعك من قضية الأزواج، سبحان الله الأصحاب أحيانا بالمعصية يحصل النفرة بينهم. الأصحاب نفسهم تجد أنه والله صاحبك وإنت ماشي معه وعلاقات فل، لكن سبحان الله مثلا تقتابه في غيبته فتحصل نفرة قلبية بين
الطرفين. فمسألة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذه الآية في تقديري آية جامعة لكل العلاقات. كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي التزم الناس بالإيمان والتزموا بالشرائع والتزموا الأعمال الصالحة وعرف أعطينا كل ذي حق حقه ووقف كل واحد عند حدود الله سبحانه وتعالى، سيجعل الله تبارك وتعالى لهذه الحالة التي يعني التزمها هؤلاء الناس يجعل لهم ودا في الدنيا ويجعل لهم إن شاء الله أيضا رحمة ودخول الجنة في الآخر. هذا أول سبب أساسي. النقطة الثانية ممكن نأتي بعد كده إلى المناقشات التفصيلية. ستلاحظ بأن هنالك أحيانا بعض القوانين اللي موجودة في بعض البلدان تؤدي إلى تناقض ما بين الواجب الديني والأحكام الدينية اللي متربي عليها المجتمع وينشأ عليها المجتمع وما بين الحقوق التي تتيحها السلطات القانونية. هذه إشكالية أيضا يجب أن لا نتجاهلها. فمثلا إذا كان والله في الشريعة أعطت القوامة للرجل وجيت أنت في بيئة من البيئات وأعطيت القوامة أو تساوى فيها الرجل والمرأة، فلم يعد هنالك من هو يقوم على الأسرة في تراتبها. يعني تصور أنت دولة بلا رئيس، يعني هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا. يقول لك والله يا أخي هل يمكن أن تتصور دولة بلا رأس؟ يقول لك مستحيل. طيب كيف تتصور أسرة بلا رئيس؟ صحيح، مش كده؟ ما هي الأسرة هي النواة التي قلنا تنتظم كل النظام. إذا الرأس الذي جعلناه في الأسرة هو نفسه الذي سنجعله في الدولة. يعني هذه المسألة للأسف الشديد لما تختل، وهذه الإشكالية حاصلة الآن في منظومة الغرب، يحصل الاختلال. حتى على افتراض بعض الناس يقول لك تساووا في الاقتصاد، ليست مشكلتنا هذه، فليتساووا ما شاءوا، فليكن الرجل فقير والمرأة غنية، ليست هذه مشكلتنا. القوامة داخل البيت ما دام هنالك أسرة نشأت، هنالك منظومة اجتماعية نشأت عليها رأس، هذا الرأس هو الزوج، هكذا حددت الشريعة. فلما تأتي منظومة قانونية لتختل بحيث والله الرجل لا يكون له قوامة على أولاده ولا على زوجته، تنشأ أيضا المشاكل. حجة المساواة بحجة أنه والله الاضطهاد للطفل في قضايا كثيرة جدا للأسف الشديد، فتحصل هذه الاختلالات. إذن هذه مسألة. أيضا يرتبط بالمنظومة الحقوقية المفاهيم الثقافية. تجد نحن في مجتمع عندنا أعراف، عندنا تقاليد، عندنا عادات، عندنا أشياء وغالبا نابعة من ديننا، يعني معظم هذه الأشياء نابعة من طبيعة ديننا وشريعتنا. صحيح. نطلع من هذا المجتمع لنندمج في مجتمع آخر، قيمه مختلفة، عاداته مختلفة، أخلاقه مختلفة، فتأتي المرأة أو الرجل مثلا ليندمج في هذا المجتمع بنفس الأخلاق وبنفس القيم، وبالتالي هنا أيضا تحصل عملية الخروج عن المنظومة الضابطة للأسرة. فهنا عندنا أبعاد ثقافية لا بد أيضا أن نتصور بأنها تؤثر في الجانب. هنالك أيضا من الأسباب الاقتصادية، وهذه سبحان الله الآن في واقعنا الراهن إلى حد كبير أيضا صارت تلعب دور كبير جدا. الجانب الاقتصادي إذا لم يحصل تفهم داخل الأسرة وخاصة بين الأب والأم والأولاد في إنه والله حجم القدرات الاقتصادية والمالية التي عندنا هي كذا، وبالتالي علينا أن نرتب أوضاعنا بهذه الصورة، ستجد أن كثير من المشكلات عندما يكون هنالك تطلعات أكبر من القدرات، الإمكانات التي متاحة للأب والمطالب التي تريدها الأسرة، هذه أيضا تسبب إلى حد كبير، وخصوصا إذا كانت الأم غير متفهمة لوضع زوجها ومدركة على الأقل لطبيعة التحديات التي يواجهها، أو الأبناء أيضا يطالبون بمطالب أكثر، يعني فيسبب ضغط نفسي كبير جدا على رب الأسرة، وبالتالي سبحان الله في تصرفاته كلها يبقى هو في إشكال، يعني لن يكون سويا. يعني الشخص الذي عليه ضغط نفسي كبير جدا ستجد أن هذا الشخص أيضا يؤثر ذلك في علاقاته بزوجته، في علاقاته بأسرته، في علاقاته حتى بالمحيط الذي حوله. هذه أيضا لا بد أن نستصحبها كسبب من الأسباب. أيضا السبب الرابع ما يمكن أن نسميه بالتدخلات الأسرية من خارج الأسرة. قلنا في أسرة ممتدة وفي أسرة ضيقة. إذا جئنا إلى مشكلات الأسرة الضيقة ستلاحظ بأن التدخلات التي تحصل من أحد الطرفين، إما أهل الزوج أو أهل الزوجة، هذا أيضا تجد خصوصا لما يتدخلون في خصوصياتهم دون أن يطلب منهم التدخل ودون أن يطلب منهم المساعدة، أو تبدأ نقل مشكلات الأسرة إلى المحيط الخارجي، فإن ذلك بطبيعة الحال يؤثر أيضا في موضوع العلاقات السوية والتراتب داخل الأسرة. أيضا هنالك نقطة أخيرة نكتفي بها إن شاء الله، وهو موضوع الإشكالات التربوية. يعني تجد سبحان الله يحصل تفريط في تربية الأولاد في الطفولة،
ما ينشئونهم من البداية على القيم. يعني سبحان الله كثير من التربويين تكلموا عن أن القيم الأساسية تنشأ ما دون السابعة: قيمة الإيمان، قيمة الصدق، قيمة الوفاء، قيمة تقدير الكبير، بر الوالدين. الأشياء هذه أنشئها فيهم وأنت صغير. وهنا سبحان الله نحاول أن نرسل رسالة إلى الأبوين. سبحان الله كل طرف حاول أن يغرس، يعني الأم تحرص على أنه تغرس في الأولاد حب الوالد واحترامه، والأب بنفس الطريقة يغرس في أولاده حب الأم وتقديرها. هنا سبحان الله ستلاحظ بأن الأبناء ينشأوا بصورة فيها نوع من التقدير، لكن لما تبدأ إنه والله عمليات الإسقاط الداخلي والعياذ بالله، هذه اللي ممكن نسميها الإسقاط الداخلي، الأم تشتغل على الأب والأب يشتغل على الأم، فيبدأ الابن سبحان الله يفقد الثقة في الطرفين، يفقد الثقة في والده بسبب الأم، ويفقد الثقة في أمه بسبب الوالد. وحينها ستلاحظ بأن المشكلات خاصة في الأولاد ستكون كبيرة وكبيرة جدا، وهنالك طبعا آثار كثيرة خطيرة جدا نتيجة هذه المشكلات. طيب، برأيك كيف نعالج هذه المشاكل، أو كيف ممكن نسيسها بحيث أنها يعني لا تؤدي بنا إلى الفرقة والشتات، وإنما يعني نقلل منها فتكون في الحقيقة هي من صالحنا؟ يعني يحصل خلاف بسبب ما، فهذا الخلاف الذي حصل بسبب ما نعالجه، فبسببه تتغير الزوجة إلى أفضل، وبسببه يتغير الرجل إلى أفضل. نعم. هو على كل يحتاج أول شيء إلى تحديد طبيعة المشكلة في كل أسرة. ما هي طبيعة المشكلة؟ هل المشكلة بين الزوجين، أم المشكلة داخل الأبناء مع الآباء، أم المشكلة بين الأسرة الصغيرة ومحيطها؟ خلينا نتكلم عن المشكلة بين الزوجين، لأن معظم المشاكل التي تهدم الأسرة في الحقيقة هي الخلافات الزوجية. أما إذا كان الزوجان متفقان فغالبا ما يحل مشاكل الأبناء. نعم، يعني يستطيعون أن يضبطوا مشاكل الأبناء وإذا كانوا متفاهمين. لكن إذا حصل الخلاف، مثلا اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية يعني تهاجر كثير من الأسر من دول الخليج أو من داخل إريتريا أو من السودان إلى بلدان أخرى. خصوصا خلينا نتكلم عن دول الخليج. الأب يقول سنسافر إلى السودان مثلا، من السعودية إلى السودان أو من السعودية إلى مصر. الزوجة ترفض، تقول لن أخرج من السعودية أبدا. يحصل خلاف، هناك حصلت حوادث فراق وطلب طلاق بسبب هذا الأمر. كيف نعالج هذه القضايا؟ طيب، على كل فيما يتعلق بالمشكلات اللي لها علاقة بالزوجين تحديدا، أهم شيء فيها أنك كيف تستطيع أن تدير حوارا داخليا. أدير حوار داخلي، مثلا حاول قدر الإمكان أن يكون قبل أن تفرض رأيك وقبل أن تنزل القرار كما يقال بشكل صعب، حاول أدير نقاش مع زوجتك ابتداء. يا سلام. كيف إنه والله وضعك الاقتصادي، طبيعة عملك، الصعوبات اللي ستواجهك، التحديات التي ستواجه أبنائك. ضع المرأة في صورة المشكلة التي أنت تعاني منها. هذه أول نقطة أساسية، لأنه لا تستطيع أن تحملها ما لا تحتمل وهي أصلا ما مدركة طبيعة وضعك. فأن تضعها في الصورة كاملة، تضعها في صورة عملك. مثلا أن تقول لها أنا لم يعد لي عندي عمل الآن في السعودية، أو هذا العمل الذي أنا فيه لم يعد كافيا من الناحية المالية، أو أن تقول لها دخلنا في مرحلة عمرية بالنسبة للأولاد يصعب الاستمرار في هذا البلد الذي نحن فيه. لماذا؟ لأن أولادنا سيدخلون الجامعات، والجامعات مثلا في البلد نحن فيه مستحيلة، سننقل هؤلاء الأبناء إلى بلد آخر. طيب، وجودنا في منطقة واحدة مع أبنائنا أفضل من أن يكون مثلا في منطقتين. وهذه كلها أنا أتصور بأن المرأة إذا استطعت أن تضعها بهذه الصورة، أول هذا أتوقع إن شاء الله سيكون عامل إيجاب. النقطة الثانية، إذا كان تعذر الوصول بينك وبينها، أشرك معك كبار الأبناء. حاول استعين بكبار الأولاد معك، وخصوصا أصحاب المصلحة كما يقولون، يعني الذين لهم مصلحة في أنه والله فعلا يحصل هذا القرار، لأنه في ناس قد يتضرروا من هذا القرار، لكن اللي يمكن يساعدوك ويقنعوا معك ويشعروا بأنه والله عدم وقوفها معهم في هذا الموقف كأنما تمارس أنانية. هذه لا بد منها، والأم دائما تحرص ألا تظهر أمام أبنائها بأنه هي ضد إيه؟ ضد مصلحتهم. جميل. فأنت أيضا حاول قدر الإمكان أن تمارس عليها الضغط من خلال أبنائها، وإشعار هؤلاء الأبناء بأن المصلحة هكذا، بأن مصلحة الأسرة بهذا الشكل.
ثالثا إذا كان والله كل هذا تعذر خلينا معهم، أمشي معهم في الخيار نفسه. طيب ما هو التنازلات التي ستقدمونها أنتم؟ ما عندي مشكلة. هل أنتم مستعدين ألا تقرأوا الجامعة؟ هل أنتم مستعدين والله كل واحد يتحمل دراسته الجامعية وأنا أتحمل بعد كده؟ لاحظ الآن نقلتهم بعد كده إلى إيه؟ إلى تحدي آخر، وهو أن لا يكون الضغط كله عليك. أنا ما عندي مشكلة، أنا أسعى في داخل الأسرة لمصلحتكم ولمستقبلكم. طيب أنتم تريدوا أن تمارسوا علي ضغط أكثر من طاقتي؟ لا، أنا لا أستطيع. أنا أستطيع هنا في هذا البلد أسكن وأكل وأشرب، لكن لا أستطيع أن أدرس. ويكون المحك هنا واضح. إما أن والله الأبناء يصمدون معك ويقولون والله يا أبوي نحن جاهزين معك حيثما ذهبت، ولا بد أن يمارسوا ضغط على أمهم وعلى والدتهم. هنا أنا في رأيي إذا الأبناء والوالد ذهبوا في رأي واحد غالبا ما المرأة لا تستطيع أن ترفض، ولو رفضت هنا أقول يمكن أن تدخل أيضا أسرتها حتى لا يحصل أيضا ما هو محظور. يمكن أن تدخل أسرتها في هذا الموضوع وتساعد أيضا في لملمة هذا الخلاف اللي ممكن يحصل. على كل هذه القضية أنا في تقديري ستساعد بشكل أو آخر في إنه الناس إن شاء الله تصل. وأهم شيء أنك أنت والله تصبر على الحوار وتصبر على بعض الرجال يقنع زوجته كما تفضلتم بهذا وتنتقل إلى مصر أو إلى السعودية أو عفوا إلى السودان. مصر أو إلى السودان. نعم. ثم يعود هو إلى السعودية ويبقى عزابيا، ثم سرعان ما يتزوج وتحصل هذه حقيقة يعني. نعم صحيح. يعني أنت الآن أقنعتها بالخروج، ثم إذا أنت خرجت تزوجت من خلفها وبنيت أسرة جديدة، فأين كلامك؟ كيف نعم. توجهون هذا؟ على كل هي سبحان الله هذه الأمور يعني إذا وجدت تفهم فبها ونعمت. إذا وجدت تفهم من الزوجة أنه أيضا وجود الزوج لوحده وما يصاحب ذلك من إشكالات وما يصاحب ذلك من فتن، وبل ما يصاحب بعيدا عن قضية الإشباع الغريزي. في الرجال مثلا إذا وصلوا إلى مرحلة عمرية مثلا دخل 50، لا أولاده يشرفهم أن يكون هذا الأب في مرحلة عزوبية، ولا المرأة أيضا يسعدها هذا الموضوع. نعم. وبالتالي في أكله وشربه وانتظام حياته سيحتاج إلى نوع من الاستقرار. أقل شيء والله موضوع ملابسه وأكله وشربه. فقضية أنه أيضا لا بد إذا في قدرة بالذات، إذا في قدرة مالية على أنه يستطيع فعلا أن يرتب حاله هناك وهنا، فيجب أن لا يضيق عليه في هذا الجانب. هو أيضا إذا كان والله ليس قادرا أو هذا الزواج سيؤثر على مسيرة أبنائه وعلى أسرته وعلى كذا، عليه أيضا أن يصبر. ويمكن أن تكون في معالجات أخرى، إنه والله مثلا كل 4 شهور كل 3 شهور، خاصة إذا الحوجة هي حوجة غريزية فقط، يمكن أن تأتي بزوجتك إلى البلد، لأن مصاريف الزواج نفسها ليست بسيطة أيضا. فيمكن أيضا أن تكون هنالك عملية زيارات متكررة بين فترة وأخرى للزوجة مع الأولاد يكونوا موجودين في بلدهم، وبالتالي يمكن أن يحصل التوفيق. لكن علينا في كل الأحوال ألا نضيق ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولا نجعل الناس يدخلون في حرج ديني أو دنيوي. جميل. إصرار المرأة على العمل نعم. مع رفض الرجل، كيف تحل هذا الموضوع؟ هنا وهذه القضية شيخ حسن حصل فيها يعني طلاق كثير. نعم. وفكاك أسرة. تصر المرأة على العمل رغم أن الزوج مقتدر ماديا، ويصر الزوج على عدم سماح العمل لزوجته أنها تعمل. نعم. ويحصل خلاف. فما التوجيه؟ هو حالة واحدة فقط حسب علمي، حالة واحدة ربما فقط هي التي يجوز للمرأة أن تصر فيها. ما عدا ذلك كله في تقديري ليس له محل من الإعراب، اللي هو أن يكون لها والدان عاجزان عن العمل ويحتاجان إلى الصرف وليس لهم غيره. عندهم أولاد، عندهم بنات آخرين، عندهم إمكانية أنه زوجها نفسه يساهم معها، لا يحق لها أن تصر على العمل، لا يحق لها أن تصر على العمل. زوجها مكتفي أن يقوم بواجباتها المالية، لا يحق لها أن تصر. تريد فقط زيادة أعمال والرجل لا يرى ذلك، هذه أيضا. ففي كل الأحوال أولا لا بد من أن يكون الزوج هو الفصل في هذه المسألة. الزوج هو الفصل في هذه. لماذا؟ ما سمعنا أن المرأة تصر للعمل من أجل أن تنفق على والديها. ما أقول لك هي بس فقط لا هي حالات نادرة. ربما أي حالات نادرة، لأنه أنا جاتني صراحة لأن المرأة أيوة يعني تكون المرأة هي وحيدة أبوها وأمها، ويكون خلاص فارقتهم والأبوان مقعدان، وهي عندها القدرة أن تعمل وزوجها لا يساعد أو ما عنده القدرة أن يساعدها. إذا ساعد وقال لها خلاص إيش المشكلة؟ مشكلة الوالدين، إما يأتوا عندنا أو نحن نساعدهم. نعم. هنا خلاص.
لكن ما عدا ذلك ليس هنالك ما يجعل وجوبا أن المرأة والله تصر أو أن تخرج إلى العمل. هذه المسألة على كل ستكون على حساب زوجها وبيتها. طيب توجيهكم للمرأة إذا كان هذا لا يجوز لها أن تصر على العمل وسوف يؤدي هذا إلى فكاك أسرتها وهدم بيتها، ما التوجيه؟ طبعا واحدة حقيقة من أعجبتني يعني إجابة لواحد من الشيوخ، قال أخطر ما يواجهنا الآن في الدراسات الاجتماعية، قال تقول لها ماذا تعملي؟ تقول لك لا أعمل شيء، هي قال ربة بيت. نحن صرنا في ثقافتنا الآن، الثقافة الغربية اللي سيطرت علينا، صارت المرأة وهي في بيتها وتخدم زوجها وتخدم أبنائها وتنشئ أبنائها وتنتظرهم ما شاء الله، وهي رتبت لهم وهيأت لهم ويكون عندها 5 6 أطفال. تصور هذه ترى أنها ما عاملة. طيب من المرأة العاملة إذا كنت أنت لست عاملة؟ اي والله. يعني صار العاملة عندنا من تذهب خارج بيتها وتتقاضى أجرا، هذه عاملة. هذه الإشكالية ولا بد أن تتغير. المرأة أنا في تقديري العمل الرئيسي الذي فعلا يحسب لها بأنها عاملة عمل حقيقي هي أن تكون في بيت زوجها. بل سبحان الله بعض الدعاة اللي أتيحت لهم فرصة أن يدخلوا في مجال العمل السياسي، بعض إخواننا مثلا في مصر وغيرها، كان واحد منهم يقول أول شيء سأقوم به إذا صرت رئيسا للبلاد أي امرأة موجودة في بيتها تشرف على مجموعة من الأطفال أصرف عليها من راتب من الدولة. الله أكبر. لاحظ، فهو يريد أن يقول بأن المرأة وهي في بيتها هذا عمل. نعم. يعني لا يمكن نحن نقول والله من تهتم بالأجيال المستقبلية تربية ورعاية واهتماما من الناحية النفسية من الناحية التربوية من ناحية، بل بالعكس يفترض أن نذهب في اتجاه تأهيلها لهذا الجانب. صحيح. يعني عندها مجموعة أطفال يحتاجوا مراجعة، يحتاجوا تعليم، يحتاجوا تربية، يحتاجوا رعاية نفسية، فيفترض أن تؤهل في هذا الجانب. بالعكس يقول لك والله تجيب لهم مربية وهي تخرج إلى الشارع وربما ما تدفعه أحيانا للمربية ليس قليل. فهذه على كل نصيحتنا لها نقول لها بأن ما أنت فيه من أعظم الأعمال، وهي من الأعمال المقدسة إنجاز التعبير. يعني لماذا؟ لأن قدسية الأسرة في الإسلام وتربية الأبناء والقيام بواجب الزوجية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقابل ذلك جنة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. إذ قال إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة حيث أبواب الجنة. فنحن نوجه حقيقة النداء من هذا المنبر المبارك هو أن الأسرة من الأسباب الرئيسية اللي تؤدي المشكلات، من خلال ما وقفت عليه بعض التقارير، إصرار المرأة على العمل ورفض الرجل لهذا الجانب. ثم هنا نحن نتكلم فقط عن أنه والله عمل مشروع وفيه التزام في الشريعة، لكن لو ذهبنا إلى أن الرجل هو يشعر بأن زوجته في بيئة غير آمنة، وفي بيئة فيها كثير من الاختلاط، وفي بيئة ليس فيها التزام، وفي بيئة فيها علاقات غير مشروعة، هنا أنا أقول من طبيعة الرجل أن يرفض. صحيح. وإلا تحول إلى ديوث، يعني صحيح. يرضى في أهله المنكر. هذه الإشكالية على كل أيضا صارت كثير من الدراسات الاجتماعية، العلاقات التي تنشئها المرأة خارج بيتها مع الرجال مع كذا تسبب أيضا بطبيعة الحال إشكالات في داخل. طيب دكتور حسن، إذا كان الرجل مهمل في أسرته لا ينفق ولا يقوم بواجب الإنفاق وربما أنفق ماله فيما لا يجوز، في هذه الحالة المرأة ماذا تفعل؟ إذا كان رجل مقصر نعم ماذا تفعل؟ هي على كل الخطوات التي يمكن أن تقوم في كل الأحوال. الواجب عليه هو موضوع الإنفاق، لا علاقة له بالمرأة. يعني لو افترضنا المرأة ذهبت لتعمل لا يجب عليها أن تنفق على أولاد، هذه مسألة تجب عليه هو ما دام حيا وقادرا، هذه لا بد أن تكون واضحة. وبالتالي أو يطلق تسلك معه الخطوات التالية. تسلك معه خطوة إنه والله تجلس بينه وبين أسرته وأهله في إنه والله هذا الرجل مفرط في أولاده. الآن ستتكلم عن أولادها وعن بيتها. إذا لم يستطع الأهل أن يلزموه ويوجب عليه ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، تنتقل القضاء وتوجب عليه بالقضاء. يعني وما يجب أن ما يكفيها وأسرتها وأولادها من الناحية المالية تأخذه عبر إيه؟ عبر القضاء. طيب ما استطاعت الصلح ولا القضاء استطاع أن ينصفها، هنا يمكن لها أيضا أن تطالب بالطلاق، لأنه هذه واحدة من العوامل التي تؤدي أصلا إلى الفرقة. طيب هنا بعض النساء تقول أنا لا أريد أن أحرم أبنائي من أبيهم. نعم. وإذا كانت مشكلة النفقة، الله يعينني أنا سأقوم بالعمل وأنفق على أبنائي، ما توجيهه؟ هذا خير وبركة وفضل منها وإحسان، لكن ليس واجبا. هذا وفاء منها
وحرص منها على أنه أبنائها يكونوا موجودين، مع أنه هنا يعني في مثل هذه الحالة لو عملت لا حرج هنا. لا حرج. لا حرج هنا في هذه الحالة. إذا كان الأب ما يريد يقوم بواجباته وليس له أهل يلزمونه ولا الأهل أيضا قاموا مقامه، لأنه ما شاء الله في بعض فيما نعرفه من أعرافنا لكن الإشكال شيخ حسن، طيب لو استمرأ الرجل هنا، المرأة مثلا أن تقول والله أنا أريد أن أحرم كذا أبنائي وكذا، والرجل أيضا يعني يتعود على مثل هذا. نعم. وربما تعود أيضا صديقه ويقول لزوجته انظري إلى صديقي، زوجته وتقوم بالإنفاق على البيت بل وتصرف نصف راتبها له، أنت كمان قومي بهذا. وهو يبدأ الآن يعني يصرف جميع أوقاته أو غالب أوقاته في المقاهي وفي المباريات والجلسات والكلام الفارغ. ما توجيه هذا؟ والجهل طبعا بأحكام الشريعة وضعف المسؤولية. الشخص الذي لا يكون قادرا على الصرف على أسرته وعلى أولاده، حقيقة أن لا أعرف كيف سيقف أمام أولاده أصلا بأنه أب، كيف سيقف أمام أبنائه ويشعرون أن أمهم تكابد وتكافح وتذهب للعمل والأب جالس في البيت. هذه الإشكالية ستؤثر تربويا، يعني بعد فترة سيلاحظ أن الأبناء يحتقرونه أصلا، ما لن ينظروا إليه كأب محترم. الأب المحترم هو الذي يشعر الأبناء بالفخر أمامه عندما يقوم بمسؤولياته، عندما يقوم بمسؤولياته تجاه زوجته، تجاه أبنائه، تجاه بيته. هنا سيجد الاحترام ويجد التقدير. ما عدا ذلك مخطئ إذا تصور بأنه والله بكرة هؤلاء الأبناء سينظرون إليه بأنه مثلا يعني محترم أو شخصية على الأقل لها مقامة. فهذه المرأة على كل إذا صبرت معه فخير بركة، لكن عليها أيضا أن تقدر هل وجوده أصلا مع أولادي مفيد ولا غير مفيد. لأنه أحيانا والعياذ بالله إذا كان أب مثلا شارب خمر، جميل مثلا شارب خمر طالع ونازل وشرب، لا يأمرهم بالصلاة وينظرون إلى هذه الحالة صباح مساء، هل هذه الوضعية بالنسبة لأولادها مفيدة أم مضرة؟ هذه لا بد أن تدرس بشكل دقيق، وتستشير كذلك إن شاء الله من أهل الفضل والمقربين لتنظر إلى أنه والله إن كانت أضرار وجوده بهذا الشكل خطر على الأولاد. هناك من الأزواج من هو منحرف بطبيعة الحال. هذا النوع مساء وله علاقات مع النساء، هذا النوع قد يكون المفارقة أفضل عليه وعليها وعلى أبنائه أيضا، ومع ذلك تصبر ولا ندري لماذا هذا الصبر. على كل هذه المسألة لها أضرارها بلا شك، لها أضرار كبيرة جدا على الأولاد، وخصوصا أن يروا أباهم وهو في هذه الصورة، أو أحيانا يتأثرون بهذه الأخلاق، وأحيانا بالعكس غير هذا الجانب أيضا الأولاد نفسهم تنشأ فيهم سلوكيات خطيرة تجاه هذا الوالد في المستقبل، وبالتالي أحيانا قد يكون الفراق خير لها من البقاء معه لناحية التربية. إذا كان والله تستطيع أن تربي أبنائها إما مع أخوالهم أو مع أعمامهم بعيدا عن بيئة الزوج هذا، فقد يكون هذا أفضل من ناحية تربوية من استمرارها مع زوج منحرف وسلوك. والله يا شيخ حسن مشاكل كثيرة تحصل. نعم. للأسف يكون الرجل غير رجل، فقط عنده آلة الذكورة. نعم. وليس عنده قوامة في البيت، فتضطر المرأة أنها تطلب الطلاق فيحصل الفراق. نعم. وهي تبدأ في تربية الأبناء ويضيع شبابها ويضيع يعني رونقها وجمالها في الكفاح من أجل تربية هؤلاء الأبناء. هم يستاهلون، لكن هي أيضا يعني ذهاب هذا الأمر وذهاب هذا العمر يعني من غير أن تستمتع به في مجالات كثيرة وفي مجالات أمور كثيرة. خلينا والله شيخ برهان نحيي المرأة الأريترية، لأنه أنا حقيقة أيضا من خلال الاحتكاك الواحد بالمجتمعات يلاحظ بأن المرأة الأريترية قدسية الأمومة والاعتناء بالأولاد تفوق كثير من النساء في عدد من البلدان. صحيح. يعني في بعض البلدان العادة عندهم مجرد أن وقع الطلاق المرأة لا تمسك طفل. عجيب. لا عندنا المرأة لا تمسك طفل. لاحظ عندنا لا، هذه إذا فرطت في أولادها تكاد تكون توصف بأشياء. يعني بعض النساء بعض المجتمعات مجرد ما تطلق المرأة تسلم أولاده وتمشي إلى أهلها، وكان الله يحب المحسنين. الشيخ أحمد سعيد معنا في الفيسبوك يشكركم شيخ حسن ويدعو للأسر ويقول نسأل الله أن يهدي الأسر وأن يصلح القلوب، الله المستعان. انتهت الحلقة ما بدأنا حقيقة. هذه مشاكل والله، نحن نعاني فعلا من مشاكل البيوت وعدم، لا الرجل أصبح كما هو رجل، لا المرأة أصبحت كما هي، إلا من رحم الله. طبعا كما تفضلت نحيي الأسر المرأة الإريترية المكافحة حقيقة الصابرة. كثير من الأسر هنا في تركيا الآن
يعني قدمنا بأبنائهن وتفاهمنا مع أزواجهن، نعم. وأصبحنا يربين الأبناء وتحمل المسؤولية. جزاهم الله خير. جزاهم الله خير، وجزا الله خير الأزواج. الأزواج أيضا هم فهموا الحالة. تفهم هذه الحالات موجود هذا، ولكن وقت المشاهد الأكارم انتهت الحلقة، والله ما شبعنا ولا وجدنا حقيقة مجانا. نسأل الله تعالى أن يهدي يعني شعبنا الإريتري، وأن يصلح الأسر، وأن يكفينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا ويوفقكم لكل خير، وأن يعني نوصيكم بقراءة سورة البقرة في البيوت قدر المستطاع لإبعاد الشياطين منها. ونسأل الله تعالى كما كذلك نوصيكم بمراجعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يبني أسره عليه الصلاة والسلام. هذا كله حق مفترض كنا نتكلم عنه، لكن ما في وقت. صلى الله وبارك على نبينا محمد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل